نكمل بقية شغلنا. تصحيح الحفر excavation work permits. يتم إصدار هذا النوع من التصريح للقيام بأعمال الحفر، وبخاصة في المناطق المتوقعة فيها تواجد أنابيب وخطوط تمام أو مرفقة بإيه مدفونة، مثل خطوط المياه والبترول والغازات والكهرباء، وذلك لضمان عدم إتلاف تلك المرافق ووقوع حوادث جسيمية كالحريق جسيمية كالحريق والانفجارات والصعق الكهربي تلوث التربة، فضلا عن ضمان استمرار عمليات التشغيل. طبعا تصريح الحفر، أي أعمال حفر تتم داخل الموقع لازم تصريح حفر excavation permit نظرا لوجود الأندرجراوند سيرفيس، بوجود بعض الخدمات التحتية اللي موجودة تحت الأرض، زي خطوط المية وخطوط البترول وخطوط الكهرباء وخطوط الغازات. كل ده أثناء الحفر ممكن تؤدي إلى في غنى عنها إن لو في كابلات كهرباء ممكن تؤدي إلى صعق كهربي، تمام. الناس اللي شغالة في الحفر، شغالة في أعمال الحفر، لو في مثلا مواد بترولية أو غازات أو أيا كان مع أي شخص ممكن تؤدي إلى حرائق. لو في طبعا غازات سامة ممكن تؤدي إلى وفيات، فبالتالي لابد من استخراج تصريح عمل قبل ما أقوم بأعمال الحفر. حلو كده. تصريح الحفر لا يمكن أن يستبدل بتصريح أعمال باردة أو ساخنة، ولذلك فهو يحتوي على احتياطات إضافية على النحو المطلوب بموجب الساخن والبارد. فتصريح الحفر مينفعش إن أنا استبدله بتصريح باردة أو ساخنة، ولذلك فهو لأنه يحتوي على احتياطات إضافية بيبقى فيه إمضاءات أكتر من أي إمضاءات لأي بيرمت تاني، لأن كل إدارة من الإدارات لازما بتمضي على التصريح ده. يعني إدارة الكهرباء لازما تمضي إن المنطقة اللي أنت تحفر فيها ديت مفيش أي كابلات كهرباء. قسم الأجهزة هيمضي إن المنطقة ديت مفيهاش أي كابلات كونكشن، مفيش أي كابلات متصلة ببعضها في المنطقة ديت. منطقة العمليات ميكانيكا أو أيا كان مفيش بايبس معدية خطوط بترول أو خطوط تشغيل، إن مفيش خطوط شغالة وتيجي تحفر عليها. منطقة العمليات أو الميكانيكا خطوط بترول أو خطوط تشغيل تكون شغالة بروسيس في المكان ده، مينفعش أبدل تصريح الحفر بأي تصريح تاني، بل بالعكس أعمل اتاتش ليه ببرنامج confine space في حالة لما يكون يزيد الحفر عن 1.2 متر، اللي هي 1.20 سنتي. تمام كده، الدنيا اتظبطت والدنيا تمام التمام. خش على اللي بعده. ده المنظر بتاع تصريح أعمال الحفر.